السلام عليكم، عاملين ايه واخبار يومكم؟ يا رب يكون يومكم خير علينا وعليكم جميعا يا رب. كل سنه وانتم طيبين يا وليه، ربنا يجعلها بالخير علينا وعليكم، اللهم امين يا رب العالمين. وارزقنا احنا وانتم، اللهم امين يا رب العالمين. اخبار يومكم واخبار دنيتكم، ربنا يجعلها بالخير علينا وعليكم ويرزقنا احنا وانتم، اللهم امين. نعيد الكلام تاني؟ لا طبعا. كل سنه وانتم طيبين بخصوص المدارس يا وليه. يجعلها سنه سعيده على عيالكم وعلى عيالنا وعلى امه محمد جميعا. هتعملي معانا النهارده هعمل معاكم رز بلبن، احلى رز بلبن، احلى من بتاع المحلات، بطعم ونظافه وشغل بيتي كده. شغل انت اللي عاملاه بايدك، انت اللي شاريه المكونات وجايباها وعاملاه، مش زي بتاع المحلات اللي انت ما انتش عارفه هو معمول بلبن ولا معمول بلبن بودره. طبعا اللبن معظم العيال ما بترضاش تشربه، ندخله لهم بقى في رز بلبن، ندخلهم في مهلبيه، ندخلهم في اي حاجه. عندك الطرق كتير. الفيديو ده متسجل يوم الجمعة، كنت أنا عاملاه يوم الجمعة. عندنا يوسف، انتوا كنتوا عارفين انه كان تعبان، والحمد لله ما كنت مش راضي يشرب اللبن، فبحاول ان انا اغير له الطعم يعني. غليت اللبن اهو، حطيت السكر كوبايه الا ربع سكر، بنفس الكوبايه اللي بعاير بها الرز، هي نفس العيار اللي بعاير بيه السكر. بس لا، الرز كوبايه، الكيلو اللبن ليه كوباية مية. رز. دي 2 كيلو لبن لهم كوباية، معلش اصل بتلخبط شوية في الكلام. كوباية لبن، 2 كيلو لبن ليهم عيار. رز كوباية مية، الكيلو لكوباية شاي. وحط عليه كوباية، حسيت ان هيبقى سكره زايد، حطيت عليه كوباية الا ربع سكر، لان حسيت الكوباية كبيرة، عشان يبقى السكر بتاعه هادي وتعرفي تاكليه. طبعا مرضى السكر ما عشان يعرفوا ياكلوه يعني ويكون كويس معاهم. مهم. نفس الطريقة. مهم. برضو ايدك فيه، ايدك ما تطلعش منه، عشان الرز ما يعملش منك في ارضية الحلة، ما يكلكعش وما يشيطش، لانه طبعا الرز دي مش بيستحمل النار. وهدي نارك، خلي نارك متوسطة، لا عالية ولا واطية. اهو شايفي هو على طول بيقلب معاكي، يعني هو زي ما هو باين في الكاميرا اللي هو بيقلب معانا. تقلبي فيه على طول، ايدك ما تطلعش منه. حسيت ان الرز استوى، خلاص كده جهزت معلقتين نشا دوبتهم في حبة مية، وهنزل عليهم بنفس الطريقة بقى اهو. بتقلبي فيهم زي اللي بتعملي حلويات، تدوبي على طول بكل قوتك، عشان الرز ما يكلكعش منك وما يبقاش كويس. كل ما تقلبي بكل قوتك وتظبطي التقليب معاكي، يطلع معاكي الحباية مش ماسكة في اختها. مهم. بنفس الطريقة. الرز بلبن ده بقى احنا معظمنا احنا هنا بنحبه ايه، يكون في دافي كده، يعني نخلصه ويبرد نص بردان وناكله. هو ده الرز بلبن بتاعنا. لكن تحطيه في التلاجة ويبرد وكلام من ده، انا ما اكلوش هو بارد، انا اكله هو دافي. عشان البنوتة عندنا بالبنات اللي بتحب الرز ايه، يكون ساقع، يعني ممكن تاكله كده وكده عادي، ما تفرقش معاها. يعني لو فات طبق ولا حاجة بنسيب بيجي بيفضل تاني يوم هي بتاكله عادي، ما بيجريش لأي حاجة. ومحمد برضو عندنا بيحبه ساقع، محمد ما باكلوش الا ساقع، مش سخن خالص. مهم. جبت بقى بولة كبيرة كده في النص بقى. مهم. واطباق بقى زي ما انت عايزة تكبري الاطباق، عايزة تصغري الاطباق براحتك اللي انت مرتاحة فيه. وجايبة اطباق محيرة على اساس ان ياخد طبق يخلصه. لكن البولة الكبيرة دي ناكل منها كلنا. ليه؟ انا بحب التجمع في الاكل يا ولاد، بحب التجمع في الاكل، بحب احنا عملنا اكلة الكل ياكل منها في نفس الطبق من نفس الحاجة. هتقولي لي عادات زمان وما عادش حد بيعمل الكلام ده، احنا كل واحد بياكل في طبق؟ لا، احنا مش بتاكل الكلام ده، احنا ناس فلاحين على طبيعتنا، بنحب ناكل مع بعض كلنا في حاجة واحدة. مهم. كل سنة وانتم طيبين. شوف الحلة معانا لا عمت لا شاطت ولا لزجة ولا فيها اي حاجة اهو. اللي ياكل اشتراك عشان القناة تكبر وننزل كل جديد، ونفضل مع بعض على طول يا ولاد. على فكرة انا كل ما بفلس برجع تاني، كل ما بفلس برجع تاني.
يعني هو بيشجعوني يقول لي ارجعي، بس انا مش عندي امل ان القناه دي هيجي لها يوم وتخلص كده وربنا يبعت لنا اي رزق. السلام عليكم.